أهلا بيكم مع ملخص الحلقة 11 من مسلسل ليل. وياريت لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة ولايك للفيديو. وبداية الحلقة ونجم بيصحى من النوم قبل جنى وبيقف يبص من الشباك وعقله وقلبه في مكان تاني. أما ورد فكانت عند الكوخ وبتتذكر لما نجم حفر أساميهم الاتنين على الشجرة وقال لها الشجرة دي هي بطاقة عرسنا وهتكون دفتر عيلتنا، وكل ما عيلتنا تكبر هنزود عليها اسم. وبتقرب ورد من الشجرة وهي بتحاول تمحي أساميهم اللي موجودة لدرجة إن إيديها الاتنين اتملوا بالدم. بعدها نجم كان خارج وبتصحى جنى وبتسأله رايح فين. قال لها عندي شغل لازم أخلصه، لكنها قالت له أنا مش هطلب منك نروح شهر عسل، بس خلينا نفطر سوا. لكنه قال لها مش هقدر، أنا لازم أروح أجيب بنتي. قالت له طب وليه ما تسيبهاش كام يوم مع أمها؟ قال لها عشان تتعود علينا بسرعة، وما ينفعش البنت تعيش بره بيت أبوها. وطبعا الكلام ما كانش عاجبها، بس قالت له عندك حق، وهي لازم تتعود عليا كمان، وبكرة نجيب لها أخ ولد يحمل اسم العيلة. اتفاجئ من كلامها وقال بحدة أنا يدوب لسه بتعرف على بنتي وبنتعود على بعض، فشيلي موضوع الخلفة من راسك دلوقت. وسابها وخرج. بس هي لحقته وقالت له عندك حق، احنا لسه عرسان جداد وقدامنا العمر كله، بس انت امبارح قلتلي إني الوحيدة اللي ممكن أنسيك الماضي، وأنا رجعت معاك عشان كده، بس أنت كمان لازم تساعدني وتحن عليا وما تغلطش في حقي. لكنه مردش وسابها وخرج. بعد كده بتوصل ورد على بيت باسم وهو بيكون مستنياه عند الباب وبيقول لها انت ازاي تهربي من البيت؟ لكنها قالت له انا طلعت من الباب عادي. قال لها بس من غير ما حد يشوفك. ورد انا مش بتدخل في حياتك، انا بحاول احميكي من اي شيء يضايقك. انا كنت رايحة ابلغك ان الست هند جاية تشوف ملاك لانها زعلت انها ما شافتهاش امبارح، وطبعا اكتشفت انك مش موجودة وقلت عليكي لأن مش معاكي تليفون. لكنها قالت له مفيش داعي تقلق عليا، أنا بعرف أحمي نفسي كويس. وقتها هو انتبه للجروح اللي في إيديها وسألها عنهم، وأخدها على طول يطيب الجروح دي وهو بيسألها إيه اللي حصل. ولأن وردة عنيدة قالت له مش مهم اللي حصل، المهم اللي هيحصل. أنا عايزاك تساعدني ألاقي شغل النهاردة ضروري، أنا بتكلم لغات كتير ودارسة بيزنس وأقدر أشتغل في التجارة أو أوتيل أو أي شيء سياحي. أنا لازم أشتغل عشان أقدر أستأجر بيت أقعد فيه مع ملاك. وفي الأول باسم قال لها أنا لازم أعرف إيه اللي حصل في إيديكي قبل أي شيء، بس مع إصرارها إنها لازم تشتغل وافق يساعدها. وبالنسبة للسفير فبدل ما يدفع الدين اللي عليه من الفلوس اللي أخدها من نجم، لعب بيهم قمار وخسر كل الفلوس بالكامل. وقال لكرم بسببك انت أنا خسرت كل شيء، أنا كنت ناوي أسدد الدين، بس لولا إنك عديت من هنا ما كانش الشيطان لعب في راسي ونزلت ألعب. لكنه قال له بس احنا طريقنا من هنا وحضرتك اللي قلت لي أوقف. قال جمال خلاص اسكت، أنا مش عايز أسمع صوتك، أنا لو ما سددتش الدين توفيق هيخلص عليا. الكرم يبقى لازم تروح بيت الجبل لغاية ما تلاقي حل. لكنه قال له مش هينفع، النهاردة في لجنة من وزارة الخارجية ولازم أكون موجود. بس هو اقترح عليه يرتاح كام ساعة وبعدها يروح، فوافق جمال. أما باسم فبيروح لورد ومعاه مجموعة من الورود وبيقول لها ملاك ذكية، وأول ما هتشوف صوابعك هتسألك عنهم، فقول لها إنك كنت بتقطفي الورد وانجرحتي من الشوك، وأرجوكي كفاية تأذي نفسك. ابتسمت وقالت له شكرا، وبعدها دخلت وحطت الورود جنب ملاك اللي بتصحى، ولما بتشوف إيد أمها بتسألها على طول إيه اللي حصل. وبالفعل ورد قالت الكذبة اللي قالها باسم إنها كانت بتقطف الورد واتجرحت إيديها من الشوك. فقالت ملاك بحنان سلامتك، بس بعدها قالت لها هو بجد بابا هياخدني عنده النهاردة؟ قالت ورد انتي عارفة اني على طول عايزاكي تبقي معايا، بس أبوكي كمان بيحبك وأنا تأكدت من الشيء ده في أنقرة. قالت ملاك عشان كده دفع لجده مصاري عشان يسيبني. قالت ورد جده كان محتاج مصاري وأبوكي ساعده
وكمان عشان يحميكي، هو بيحبك كتير وكان رافض يرجع من غيرك. قالت ملاك عشان كده لازم أعيش معاه. قالت لها انت مش مجبورة على حاجة، فكري وقرري براحتك. لكن البنت قالت انت لو كنت مكاني كنت هتختاري ايه؟ قالت ورد أنا شايفة إنك تقعدي عنده شوية لغاية ما ألاقي شغل وأجمع مصاري ونستأجر بيت في الضيعة، وكده هو يقدر يشوفك الوقت اللي هو عايزه. وافقت ملاك وقالت لها خلاص أنا هتحمل أعيش عنده. قلقت ورد وسألتها هو حد بيضايقها هناك؟ ردت وقالت لأ، بس هشتاقلك وحاولي تلاقي شغل بسرعة عشان نعيش مع بعض. قالت ورد أوعدك إني هلاقي شغل بسرعة، وأخدتها في حضنها. وتحت كانت هند مع رولا وبتعاتبها على اللي عمله باسم، وإنه ما خلاهاش تشوف ملاك لما رجعت من السفر. وحاولت رولا تراضيها وقالت لها بلاش تزعلي منه، هو كل اللي يهمه مصلحة ملاك. قالت لها بس أنا ستها وقلقانة عليها أكتر من أي حد. وقتها بيجي باسم وبيقول لها انت ليه متعصبة يا ماما؟ دلوقتي ملاك هتصحى وهتشوفيها زي ما انت عايزة. وصدقيني لو انت كنت شفتيها امبارح وقد ايه كانت تعبانة ما كانش قلبك هيطوعك تصحيها. وبعدين مش انتي بتقولي انك تعبتي في تربيتي؟ معقول بقى حد يزعل من ابنه؟ خلاص يا ستي، زمان ملاك هتصحى دلوقت ونتروق كلنا سوا، واهو بالمرة يكون عندك طاقة تتخانقي مع ورد كويس. قالت له خلاص سامحتك بس اوعى تكررها تاني. وبعدها بتسيبهم. فبتقول رولا انا عارفة ان صعب تخبي مشاعرك، بس خد بالك من تصرفاتك وبلاش تبين اهتمامك الزايد بورد قدامهم كلهم. هي ست قوية وبتعرف تتصرف، وما تنساش ان في نجم في الموضوع. قال باسم بزعل انا كل يوم بفكر نفسي انها كانت حبيبة نجم، وانا ما اقدرش اخونه ومش هعمل حاجة من ورا ظهره. قالت له يبقى طبق الكلام ده، وصدقني مع الوقت مشاعرك هتتغير تجاهها. قال باسم خلاص القصة انتهت، هي صديقتي وبس. لكنها قالت له انت بتقولها وانت مقهور ومش مقتنع، ومن رأيي ان ما ينفعش تكونوا اصحاب كمان، وابعد عنها يا باسم. قال لها خلاص فهمت، وسابها ودخل. ونرجع تاني لتركيا، وجمال بيوصل بيت الجبل وكرم بيقوله انت شكلك تعبان، اجيب لك دواء. وفي اللحظة دي بيرن تليفونه وبيكون نورس، لكن بيقول للسفير ان اخوه هو اللي بيتصل بيه وبيخرج يرد بره. ونورس بيقوله يا ترى خسر كل فلوسه؟ رد وقال له ايوه، ويدوب كل اللي معاه 300 او 400 دولار. قال نورس مش قلتلك انت بس فوت من قدام المحل والشيطان هيكمل شغله؟ المهم خليك في بيت الجبل وركز. وبعد ما قفل قال لتوفيق سعادة السفير جرب يتذاكى، عشان كده لازم يتربى. اتصل برجالتك وخليهم ينفذوا فورا. بعد كده بنشوف نجم وهو راكب السيارة وفي طريقه لبيت باسم. أما ورد فكانت بتتحجج بأي حجة عشان تأخر نزول ملاك من الغرفة، والبنت كانت فاهمة الشيء ده وقالت لها مالك يا ماما، من أول ما عرفنا إن تيتا جاية وانت بتعملي كل شيء ببطء. اتفاجئت ورد وقالت لها من الواضح انك بقيتي ذكية وشقية بزيادة، ويلا روحي لستك. بس هي قالت لها مش هتيجي معايا، مش انتي دايما بتقولي اني لازم اكون قوية؟ فانا عايزة اوريهم ام القوية، وبعدين ام ملاك لازم تكون دايما جنبها. وسحبتها من ايديها. ولما فتحت الباب كان باسم قدامه وقال لهم انا جيت استعجلكم عشان تيتا مشتاقة كتير لملاك. وبينزلوا التلاتة، وكانت رنا وهيا ولما موجودين مع هند. وأول ما بيشوفوا ملاك بيروحوا يسلموا عليها، بس ملاك بتقول لهيا التليفون بتاعك جده أخده مني. اتفاجئت هند وهي قالت ولا يهمك أنا هجيب لك واحد جديد. لكن هند قالت هي لسه صغيرة على الموبايلات. وقتها رنا بتسلم على ملاك وبتاخدها وبيقعدوا هناك. فبتقول هيا أنا عايزة اشتري تليفون لملاك عشان تكلم أمها في الوقت اللي تحبه. وحمد لله على السلامة يا ورد. قالت ورد كلك ذوق. لكن هند قالت بس انتي ما عندكيش اي ذوق بالمرة، معقول ما تخلينيش اشوف حفيدتي امبارح ودلوقتي خليتينا نستنى ساعة عشان تجيبيها؟ اتدخل باسم وقال مش احنا اتفقنا من شوية يا ماما اننا نتروق الاول ونسيب المشاكل؟ بس هي قالت له بلاش تبقى محامي عنها،
وكملت لورد وقالت: هو كان قصدك تغيظيني؟ قالت ورد: امبارح ملاك نامت والنهاردة صحينا متأخر، عشان كده اتأخرنا لما نزلنا. وعشان هند تغيظها قالت لها: وليه اتأخرتي في الصحيان؟ ده العرسان اللي عندي صحيوا من بدري. اتوجعت ورد، وهند فضلت تتلذذ بالعذاب اللي هي شايفاه على وشها. وخلاص ورد كانت داخلة، بس في اللحظة دي بيوصل نجم وبيتقابلوا، وملاك بتروح تسلم عليه وهي بتقوله: عمو باسم هيلاقي شغل الماما، خبر حلو مش كده؟ اتفاجئ نجم وبص لباسم بضيق، وبعدها قال لملاك: روحي كملي فطورك لاني عايزة اتكلم مع ماما شوية. وسألها هي عن نبيل فين، قالت له: راح الشركة وهيجي ياخدنا بعد شوية لان هنروح المشتل. بس هو قال لورد: تعالي نتكلم جوه، وخبط في كتف باسم عن قصد وتجاهله تماما. ولما جه يشدها من ايديها انتبه لجروحها وسألها بلهفة ايه اللي حصل، لكنها قالت له: ملكش دعوة وروح لمراتك. وعلى صوتهم العالي بتيجي رولا وكمان باسم، ورولا بتقول: كفاية تضغط على الأعصابة وسيبني أتكلم معاها. بس نجم قال لها: ما كانت عندكم من بالليل، ما تكلمتوش ليه من وقتها؟ قال باسم: وانت ايه دخلك؟ ولا تحب نسألك انت كنت بتعمل ايه بالليل؟ اهدى يا نجم وبلاش نتخانق. لكنه قال له: احنا هنتخانق بس مش دلوقت ومش هنا. فحاولت رولا تهديه، وضحك نجم وقال: اديني رقت، ممكن بقى تسيبوني انا وام بنتي نتكلم لوحدنا؟ فوافقت ورد وراحوا على جنب. بعد كده السفير بيقول لكرم انه عايز يزور نورس في المستشفى، ولما بيخرجوا بيكتشف ان السيارة مش موجودة، وبيتصدم جمال وبيقول: معقول توفيق سرق السيارة؟ دي سيارة دبلوماسية. وفي نفس اللحظة بيجيله اتصال من توفيق وبيقول له: أنا سمعت إنك خسرت بدل ال1,200,000. القمار سوسة يا سعادة السفير، ساعات بتتربح منها بس بعدها بتزل، وانت دلوقتي دينك بقى أكبر من طاقتك. عشان كده أنا بعت رجالتي وسرقوا سيارتك، وهعتبرها جزء من الدين. بس ما تخافش، معايا رقمها. اتصدم وقال له: انت كده هتورطني في مصيبة كبيرة. قال توفيق: عارف، ولو ما جبتش فلوسي أنا هروح السفارة كمان. خاف جمال وقال له: اوعى تروح السفارة. لكن توفيق قفل الخط واتصل بنورس وقال له: السفير خايف على سمعته أكتر من الدين اللي عليه. قال نورس: ولسه هيخاف أكتر، أنا بعتلك السواق ومعاه المصاري لرجالتك. رد وقال له: وصل. وكان في واحد من رجال التوفيق دخل بشنطة مليانة فلوس. وكمل نورس وقال: لما تنفذ اللي اتفقنا عليه هيوصلك باقي فلوسك. وقفل. في الوقت ده نجم كان لسه بيسأل ورد ايه اللي حصل لإيديها، لكنها قالت له هي وقفت على دي: انت ما سبتش نقطة في قلبي من غير ما تنزف. ومن اللحظة دي مفيش كلام بينا غير عن ملاك وبس. قال لها: هو انا ليه كل ما اهدى ترجعي تعصبيني؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل، وعايزك تروحي الباسم وتقولي له يبطل يدور لك على شغل. زعقت وقالت له: اي موضوع يخص حياتي الخاصة ما تتدخلش فيه، فاهم ولا لا؟ قال لها: صح، انا مش هتدخل لان مش هيكون في شغل من الاساس، ولو هتفضلي قاعدة هنا يبقى هشتري لكم بيت وافرشه، وملاك هتفضل عندي وتشوفيها زي ما انت عايزة، وهصرف عليكم. صرخت ورد اكتر وقالت له: هو انت مين عشان تصرف عليا؟ روح اصرف على امك واخواتك وعلى مراتك. وكانت من كتر العصبية بتضربه كمان. وفي الاخر قالت له: انت مش هتصرف عليا ابدا. زعق وقال لها: امال مين اللي هيصرف عليكي؟ باسم عايزاه يدورلك على شغل ويهتم بيكي. قالت له: بقولك ما تتدخلش. قال لها: انا كنت جاي نتكلم عن بنتنا زي اي اهل متحضرين، بس انت عصبتيني. قالت بسخرية: على اساس ان احنا كده فعلا، بس من دلوقت لغاية ما الاقي شغل ملاك هتفضل معاك، بس بعدها هاخدها وابقى اشوفها في الويك اند. اتصدم وقال لها: يومين في الأسبوع بس؟ هو أنا دفعت كل الفلوس دي لأبوكي عشان تقولي لي كده؟ وفي اللحظة دي ملاك كانت واقفة وسمعت كلامه واتصدمت، وكذلك ورد، وقالت له: للدرجة دي الفلوس عمتك؟ لدرجة إنك شايف بنتك حاجة تقدر تشتريها؟ وسابته. لكنه لحقها وقال لها: ما كانش قصدي، الكلمة طلعت غصب عني، وانتي عارفة لما بتعصب بيطلع مني الكلام من غير حساب.
أنا عشان أقضي يوم واحد زيادة مع بنتي ممكن أدفع ثروتي كلها، وانتي عارفة الشيء ده. لكنها قالت له لأ معرفش، لأن نجم اللي أنا أعرفه ما كانش معاه قرش ومستعد يضحي بروحه عشان الناس اللي بيحبهم، ما كانش بيدفع مصاري عشان يشتري الناس. قال لها بضعف وحياة ملاك أنا ما كانش قصدي أقول كده، أرجوكي بلاش تزوديها عليا، أنا من غير حاجة وحاسس نفسي هتخنق من اللي قلته. وقبل ما يكمل كلامه بتيجي ملاك وبتقوله بابتسامة: أنا خلصت الترويقة يا بابا، مش هنروح البيت بقى؟ قال لها أكيد هنروح. بعد كده جمال بيزور نورس في المستشفى، ونورس بيقوله: تعرف إني ظلمتك، أصلي قلت بما إنك أمنت المصاري خلص مش هتسأل عني، نجم اللي أعطاك المصاري مش كده؟ لكنه قاله: إيه اللي دخل دي في دي؟ وبعدين هو معقول مسألش عنك؟ انت على طول في بالي وشايل همك، وما عنديش أغلى منك يا نورس لأنك زي ابني. أنا حتى سألت الدكتور وقال لي إنك بقيت أحسن. بس قولي، هو أنت محتاج أي شيء؟ رد وقال له لأ، بس من الواضح إنك أنت اللي عايز، لأن ما كنتش هتيجي وتحن عليا كده. وعيب يا خال دور الأب الحنون ده، لأن مش لايق عليك. أنت عمرك ما حنيت على بنتك، فما تجيش تقنعني إنك حنين عليا وقولي إيه المصيبة اللي أنت واقع فيها. بس اوعى تكون لعبت بالمصاري اللي أخدتهم من نجم وخسرتهم. قال جمال: أرجوك يا نورس، أنا ماليش غيرك، أنا غلطت وللأسف خسرت الفلوس، وتوفيق مش هيسيبني أبدا لغاية ما سدد الدين، ده حتى سرق سيارة السفارة وكمان بيهددني إنه هيروح السفارة. قال نورس: طب اهدى وكل شيء ليه حل، وانت روح الشغل وقول لهم إن السيارة في التصليح وأنا هظبط كل شيء. أما باسم فبياخد ورد وبيروحوا أوتيل، وبيقول لها: الأوتيل ده لواحد من أصحاب بابا وأعرفه كويس، ولولا إني عارف إنك مش هتوافقي تشتغلي في الأوتيلات بتاعتنا كنت وظفتك معانا هناك. قالت ورد: أكيد أنا مش هشتغل في أي شيء يخص نجم، بس صحيح إيه سر الثروة الكبيرة دي؟ أنا عارفة إنكم بتتعبوا في شغلكم، بس في شيء غريب. قال باسم: إحنا تعبنا واشتغلنا وربنا أعطانا. قالت له: أنا عارفة من رولا إن أبوك كان رئيس بلدية وإنكم عيلة غنية من البداية، بس نجم كان فلاح، إزاي وصل للمستوى ده؟ قال باسم بضيق: أنا قلتلك إن إحنا اشتغلنا وتعبنا، وبعدين اعتبريها قصة نجاح، إيه الغريب فيها؟ قالت ورد بحرج: بعتذر، أنا كنت بسأل فضول مش أكتر. قال لها: أنا ما اتضايقتش، بس اتأخرنا على الموعد ودخلوا. بعدها نورس بيتصل بكرم وبيسأله إذا توفيق وصل السفارة ولا لسه. رد وقال له: لسه واصل حالا وداخل قدامي. فقال نورس: جمال طلع من عندي من نص ساعة، أول ما يوصل اديني خبر. وبعدها قفل. أما فؤاد فبيعاتب باسم إن بقاله فترة ما سألش عنه، وبعدها بيقوله: إزاي أقدر أساعدكم؟ قالت ورد: أنا بدور على شغل. وقال باسم: ورد تعرف 6 لغات غير العربي ولفت العالم كله وتعرف عادات وتقاليد البلدان، وده أكيد هيساعدك في الأوتيل. وقالت ورد: أنا درست بيزنس وعلم اجتماع. فقال باسم: باختصار، لو انت عايز موظفين جداد ما اعتقدش انك هتلاقي احسن منها. قال فؤاد: فعلا، والصراحة احنا عندنا اكتر من وظيفة، فهخلي الاتش ار يتواصلوا معاكي بكرة، بس مبدئيا أنا موافق. وبالنسبة لهند فبترجع البيت هي ولما، ورنا بتقول لبلال: ساعدنا نطلع الشنط فوق لأني هجهز غرفة ملاك. وفي الوقت ده جنى بتشوفهم وبتدخل غرفتها وبتعمل نفسها بتبكي، ولما هند بتسمع صوتها بتروح تشوفها وبتسألها هي ليه بتبكي. لكن جنى فضلت مستمرة في البكاء وكأنها مقهورة بجد. وبعدها قالت: أنا كنت بقول لنجم نجيب ولد يحمل اسم العيلة، بس هو اتضايق مني وقال لي مش وقته دلوقت. انصدمت هند وقالت لها: ايه الكلام ده؟ يعني لو نجم قرر انه ما يجيبش ولد ونبيل ورنا مش بيجيبوا ولاد، امال مين اللي هيشيل اسم العيلة؟ وكانت رنا بالصدفة بتسمع الكلام ونزلت دموعها. وجانا قالت: أرجوكي ما تقوليش لنجم، أنا مش عايزاه يزعل مني، وبعدين هو لسه بيتعود على ملاك وأنا شكلي استعجلت في الموضوع.
قالت هند: برافو عليكي، انتي فعلا لازم تقدري الظرف وتعرفي امتى تتكلمي وامتى تسكتي، واذا فضلتي كده هتكوني ست البيت من بعدي. ويلا قومي خلينا نروح السوق، وهقول لرنا تيجي معانا عشان نتسلى. وسابتها وخرجت. أما نبيل وهيا فبيوصلوا المشتل وبيقول لها: على قد ما الواحد بيكون عنده مشاكل، بس لما باجي هنا برتاح. وفي اللحظة دي بيتصل بيه فؤاد، فبيقول لها: على قد ما بحب الراجل ده، بس ما بحبش أتكلم معاه في التليفون لأنه رغاي قوي. ضحكت وقالت له: فعلا، بس لازم ترد عليه لأنه هيرجع يتصل تاني. وبيرد نبيل على فؤاد اللي بيقول له: في راجل معرفة قديمة اتصل عليا من برا عايز شتلات فواكه ومستعجل عليها، عشان كده أنا هبعتله رقمك وانتوا تتفاهموا. وبالمناسبة النهاردة جت ورد هي وباسم. اتفاجئ نبيل وقال له: خير، هو في حاجة؟ قال له: هي كانت عايزة وظيفة، وانا في الاول كنت متردد عشان نجم، بس بعدين قلت مادام هي جاية مع باسم يبقى ما بقاش في اي مشكلة. المهم اطمنوا، احنا هناخد بالنا منها كويس زي بنتنا. وشكروا نبيل وبعدها قفلوا. وحكى الحكاية لهيا، بس هي قالت له: طب وهنعمل ايه؟ لكنه مردش. في الوقت ده نجم كان مع ملاك وبيفرجها الجنينة وبيقول لها: فاكرة لما كلمتك عن جدي؟ هو بقى اللي زرع الجنينة دي كلها. ولما شافها زعلانة قال لها: ايه رأيك نعمل اتفاق ان لو حد زعلك تيجي تقوليلي وانا ازعله؟ لكنها قالت له: طب لو انت اللي زعلتني اعمل ايه؟ قال لها: هو انا زعلتك في ايه؟ بس حتى لو زعلتك تعالي قوليلي وانا هزعل نفسي عشانك. وفي اللحظة دي بيتصل بيه نبيل وبيقول له حكاية ورد وانها تتوظف عند فؤاد. واتضايق نجم لما عرف ان باسم هو اللي ساعد ورد، وقفل مع نبيل وقال لملاك: احنا لازم نرجع البيت لان عندي شوية شغل هخلصه وارجع. وبعدها مشيوا. اما جمال لما بيوصل السفارة بيتفاجئ ان توفيق موجود في مكتبه، وفي شخص قاعد على كرسيه وبيقول له: انا الرائد ماضي، رئيس هيئة تفتيش دبلوماسي، واكيد انت عارف السيد توفيق، احنا معانا اثباتات تدل على تورطك في اعمال لا تناسب منصبك وتسيء للدولة اللي انت سافرها. اتصدم جمال وكان لسه هيدافع عن نفسه، لكنه قطعه وقال بسبب حساسية الوضع: أنا تواصلت مع وزير الخارجية واعتبارا من اللحظة دي أنت موقوف عن العمل. لكن جمال قال له: في مؤامرة ضدي وأنا مش هسمح لحد يورطني في حاجة ما عملتهاش. بس ماضي رمى قدامه ملف وهو بيقول: أنت إزاي تورط نفسك في حاجة زي دي وأنت بتمثل بلد كاملة؟ ولما شاف جمال الصور وهو قاعد بيلعب قمار أنكر وقال: ده كذب ودي مؤامرة ضدي، وأنا مستحيل أورط نفسي في تفاهة زي دي. لكنه قال له: مش ده اللي ظاهر. عموما أنت موقوف عن كل مهامك من اللحظة دي، وممكن يتم استدعائك في أي لحظة في لبنان، ومش هينفع تسافر برا البلد لغاية ما تنتهي التحقيقات. وكان توفيق كل ده ساكت ومبتسم بشماتة. أما ورد وباسم فكانوا في مول عشان تشتري ملابس جديدة تناسب العمل اللي هتتوظف فيه، وكانت محتارة شوية وقالت له: أنا مش لاقي حاجة مناسبة. لكنه قال لها: اهدي، الموضوع مش مستاهل. بس هي قالت: على فكرة أختك هي اللي دكتورة نفسية مش أنت. ضحك وقال لها: أنا كل اللي يهمني إنك تكوني كويسة. وفي اللحظة دي بيشوفوا هند وجنى ورنا، وورد على طول بتقوله: خلينا نمشي من هنا. بس جنى بتقف قصادها وبتقول لها: ازيك يا ورد، احنا بجد اتبسطنا برجوع ملاك البيت. صحيح انا لسه ما شفتهاش، بس بفكر اخد لها هدية. هي بتحب الوان ايه؟ قالت ورد: مفيش داعي، هي عندها كل شيء. لكن جنى قالت لها: مش هينفع، ده نجم اصر عليا وقال لي انزلي السوق عشان اجيب هدية لبنتنا، فقلت اسألك هي بتحب الوان ايه عشان ما اخدش حاجة على ذوقي. ومع ذلك أصرت ورد إن مفيش داعي. وكانت رنا وهند واقفين يتفرجوا، وقالت هند: مرات أبوها تشتري لها وإنتي كمان، إيه المشكلة؟ قالت ورد: ملاك مش محتاجة حد غريب يجيب لها حاجة، أنا موجودة. وقولي لابنك إن لو عاوز يجيب حاجة لبنته يروح هو، لأن لازم يتعلم يكون أب
وكملت لجنى وقالت: وانتي ميرسي ليكي، ويكفي انك تكوني خالة كويسة لبنتي، لان هي عندها ام واحدة بس وسابتهم وخرجت ولحقها باسم. أما نجم فبيروح لفؤاد الفندق وبيدخل المكتب فورا ومن غير ما يسلم حتى بيقوله: هو انت وظفت ام بنتي عندك؟ انت لازم تمشيها. لكن فؤاد قاله: انا اعطيتها كلمة ومش حلوة في حقي. قال نجم: انت تعرفني من زمان وعلاقتنا حلوة، وانت لو وظفتها عندك انا هزعل جدا. وافق فؤاد بس قاله: طب اقول ايه لباسم؟ قاله: ويدخل باسم: انا كلمتي هي اللي هتمشي. قال فؤاد: خلاص اهدى واعتبر الموضوع انتهى، وما ردش نجم وخرج بعدها. أما باسم وورد فبيكونوا عند البحر وبتقوله: هو بجد ممكن يكون نجم قال لجنى تجيب هدية لبنتنا؟ وقبل ما يرد باسم بيتصل بيه نجم فبيقول لها: هو معقول حاطط كاميرات في كل مكان؟ وورد بتقوله: لو سمحت أنا عايز أسمع هو هيقول إيه. وبيفتح باسم الاتصال وبيشغل السبيكر، فبيقول نجم: هي أكيد جنبك، عشان كده قول لها إن فؤاد مش هيوظفها، وإن طول ما أنا عايش هي ملهاش شغل هنا. وقفل. واتصدمت ورد وزعلت جدا وخلصت الحلقة على كده. يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.